السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يترقبون ويتهامسون وعلى فشل المنتخب في البطولة الرباعية يراهنون. اللحظات الجميلة اللي عشناها عقب فوز منتخبنا ببطولة خليجي 25 وما تلتها من قفزات طيبة للكرة العراقية بتأهل منتخبنا الشبابي إلى نهائيات كأس العالم، وفوزه بوصافة القارة الآسيوية، وفوز أولمبينا ببطولة غرب آسيا، وجودة النتائج والأداء لأندية الشرطة والقوة الجوية والكهرباء. يبدو كل هذا وإن كان لا يلبي طموحنا وطموح الجماهير المحبة للكرة العراقية، يبدو قد أغاض بعض الشنابر الإعلامية التي أصبحت منابر للطعن في كل خطوة يخطوها اتحاد الكرة، ويراهنون على فشل رئيسه المباشر من خلال فشل كاساس مع المنتخب الوطني، وفشل شنيشل مع الأولمبي، وفشل دوري المحترفين، وباتوا يضعون العصية في طريق عجلة الكرة العراقية طالما يقودها درجال الخير والسلام. وتعودنا منهم قبيل كل مشاركة في بطولة ما يشحذون سكاكينهم ويمسكون بسياطهم متهيئين لذبح الفرس الخاسر حالما تكون النتائج مثل ما يشتهون. وها هي بطولة الأردن الرباعية على الأبواب، فترى بعض الشنابر الإعلامية حسب وصف أحد الشخصيات الرياضية لهذه البرامج الرخيصة تراها قد صعدت من نبرتها وتيرة خطابها الممشوق بأعذب الكلمات التي لم تمر على مسامع أحد ولا خطرت على بال أحد، فمنبر من المنابر المسمومة قد صدح على لسان أحد الخبراء إذ قال بسبب المغتربين هذا المنتخب ما راح يصير براس خير. وقال أيضا إن كاساس سيفشل طول ما هو محارب المحلي، وسنحاسب الدرجال حسابا عسيرا ونرجعه منين ما إجا. ثم جاء دور الخبير هندي إذ قال طالما درجال موجود على سدة الحكم فاقرأ على اللاعب المحلي السلام. ثم شكك السيد خلف من على منبر إعلامي آخر من تحقيق منتخبنا في البطولة الرباعية نتائج طيبة، مرددا نفس الكلام السابق حول استمرار كاساس بتجريب لاعبين جدد واستدعاء لاعبين يجهلهم الشارع الرياضي ويجهل قدراتهم، وإن كاساس يتخبط. وصرح الفلاسفة مدعين حرصهم على نجاح منتخبنا الكروي، وبنفس الوقت يراهنون على فشل محطة الأردن، وأن منتخبنا غير قادر على مقارعة منتخبات قطر وإيران والأردن، عطفا على أداء بطولة ملك تايلاند، حتى قال أحدهم كلاما ساذجا بقوله من يقول هذا المغترب أو ذاك المغترب عراقي. انظروا إلى أي مدى وصل بهم الحال، وباتوا يشككون بأصول العراقيين من أبناء المهر. منتخب الإمارات بات جله من المجنسين الأجانب، والمنتخب القطري فقط 2 من أصول قطرية، والباقي بجميعهم مجنسين أجانب بما فيهم 3 عراقيين. والمنتخب السعودي بدأ منذ زمن بحملة تجنيس من المقيمين في المملكة، ولكن عندما يصل الدور للعراق باعتماد أبناء المحترفين العراقيين وجعلهم الركيزة الأساسية مستقبلا، تجد من يطعن وينتقد ويشكك، وبنفس الوقت يراهن على فشل خطوة الاعتماد على اللاعب المحترف. أليس الجميع متفق على أن البقاء للأصلح والأجهز بدنيا وفنيا سواء كان محليا أو محترفا؟ أليس هذا شعار كاساس الذي رفعه منذ مجيئه وقد رحبتم به أيها الذين تراهنون على خيبة منتخبنا الوطني في مشواره القادم؟ الغرابة بالأمر أن التشكيك والطعن لم يأتي من الخارج، بل يأتي من هنا وهناك من الداخل وبأقلام وأفواه عراقية ينتقدون المنتخب. ولكن أي منتخب؟ إنه منتخب العراق، منتخب بلدك. إذ فاز وتألق تفرح ويفرح الجميع، وإذا خسر تتألم ويتألم الجميع. أم إن العكس هاجسكم يا من تراهنون على فشل إدارة درجال؟ لقد ولى زمن الجنرال والحكيم والفيلسوف والشاطر والعبقري، وفات أوانهم وانتهى صلاحيتهم، فالواحد منهم عندما يخرج من على الفضائيات يقلب الأبيض أسود والجميل قبيحا، وكأن الزمن الذهبي خطته أيديهم، وإنهم من أتوا برابع أثينا وكأس شباب آسيا وكأس آسيا المنتخبات الوطنية ورابع مونديال الشباب. أي زمن ذهبي يتحدثون عنه؟ نعم إنها نتائج طيبة، ولكن كيف تحققت؟ وما هي السبل التي سلكتموها لنيل هذه المكتسبات إن كانت هي حقا؟ قالوا أن خليجي 25 لا تعتبر إنجازا، فالمنتخبات المشاركة شاركت بالصف الثاني لها. وقالوا أن بطولة ملك تايلاند بطولة ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى إنجاز، فالمنتخبات المشاركة تتخلف عن منتخبنا بالتصنيف. ثم سبقوا أحداث البطولة الرباعية وراهنوا على فشل آخر لمنتخبنا من وجهة نظرهم، وتسابقهم على الطعن في خطوات كاساس لبناء منتخب عراقي يرتقي لمصاف منتخبات المقدمة
في قارة آسيا. لقد كشفت هذه الخطابات والكتابات غير المسؤولة عبر هذه المنابر أن المنتخب إدارة ولاعبين وجهازا تدريبيا تنتظرهم في حالة الفشل لا سامح الله حملة إعلامية ضخمة يقودها تحالف من بعض البرامج المعروفة ومن على شاكلتهم هنا وهناك وفي مواقع شتى ليتنفسوا الصعداء ويجدوا سبيلا للنيل من درجال واتحاده. فهو من أتى بكاساس، وهو من خطط لدور المحترفين، وهو من قال لا للمدرب المحلي في توليه مهام منتخبنا الوطني، وهو من دعم مشروع الاستعانة باللاعب المحترف، وهو من وطد علاقته برئيس الوزراء لدعم مخطط إصلاح المنظومة الكروية، وهو من عبد الطريق لكرة عراقية قادمة بقوة، وهو من بنى جسور الثقة بينه وبين الجمهور والشارع الرياضي، وهو الذي لا يستطيع أن يجلس في مكان واحد بحثا عن السبل التي ترتقي بالكرة العراقية إلى المكانة التي تستحقها، وهو من قلب الأمور رأسا على عقب. فطوبى للكرة العراقية بدرجالها وابنها البار، وهنيئا لجماهيرنا الكروية التي عليها أن تصبر على بعض ألم الشوك لتحصد ورودا وأزهارا ذات نكهة طيبة، حتى وإن كان الثمن عدم تحقيق نتائج طيبة في قادم الأيام. المهم الأداء قبل كل شيء، ولا عزاء لمن يتهامسون وينتظرون ويترقبون وعلى فشل المنتخب يراهنون. دمتم على خير. ليث المياحي كان معكم، في أمان الله.